بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا المحاضرة الرابعة في مجموعة التشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة تحت عنوان تقنيات التراسل الإداري والوثائق المهنية. محتويات العرض: لدينا نقطتين: التراسل الإداري والقواعد العامة للتراسل الإداري. أولا، مفهوم التراسل الإداري وأهميته وأنواعه. مفهوم التراسل الإداري يقصد به التواصل الكتابي الذي يحصل بين الموظف والإدارة أو بين الإدارة وإدارة أخرى كيفما كان هدفه أو موضوعه، وذلك باحترام قواعد التسلسل الإداري والشروط العامة للتراسل. تتمثل أهميته في تسهيل عملية التواصل بين المؤسسات العمومية وغير من المؤسسات دون أن تكون هناك حاجة إلى اللقاء الشخصي بين المسؤولين من جهة وبين المرافقين من جهة أخرى. تعتبر مصدرا هاما للمعلومات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. الرسالة ذات الصياغة الجيدة والمصداقية بمحتوى تحقق علاقات طيبة بين الأطراف ذات العلاقة. تمثل المراسلات المتبادلة مستندا قانونيا أمام القضاء لإدارة في حالة حصول منازعات بين الإدارة وبين موظفيها. المراسلات الأكثر شمولا من وسائل الاتصال الأخرى من حيث المعلومات، فهي تتيح لكاتبها التعرض لمواضيع بشيء من الشمول والتفصيل الذي قد تتوفر في وسائل الاتصال الأخرى. من طبيعة الحال، الرسالة تساعد على التعرف على الشخص الذي قام بتحريرها، وبالتالي يمكن تحديد المسؤولية والنتائج المترتبة عنها. أنواع التراسل الإداري: هناك الرسالة الشخصية بطابع إداري، والتي تكتسي الطابع الشخصي متى كانت موجهة من طرف الموظفين إلى رؤساء مباشرين لأجل رفع التظلم أو رفع طلب التوظيف أو طلب وثيقة معينة، وتخضع هذه الرسالة لضوابط منها صيغة التسمية أو النداء والمخاطب. فينبغي على المرسل تقديم المعلومات الشخصية والمهنية، وأما المرسل إليه فيتم الاكتفاء بصفته المعنوية: مدير الأكاديمية، المدير الإقليمي للتربية والتكوين، مدير المؤسسة الفلانية إلى آخره. كما أن هذه الرسالات تختم بعبارة إبداء التقدير واحترام. هناك أيضا الرسالة الإدارية، وهي وثيقة موجهة من الإدارة إلى العامل بالمؤسسة التابعة لهذه الإدارة قصد إخبارهم أو توجيههم أو استفسارهم بشأن أمر معين. والفرق بينه وبين الرسالة الشخصية الإدارية يكمن في المصدر والوجهة، وكذا في الموضوع. القواعد عمل التراسل الإداري: يتم التراسل بين الإدارة والموظفين. فيما يخص علاقة الإدارة والمؤسسات وفق نظام دقيق ينبغي على الموظف أن يطلع عليه ويحترم قواعده، وإلا تعرض لمصالح وحقوق الضياع والإهمال. احترام السلم أو التسلسل الإداري: ينبغي أن توجه المراسلات دوما إلى السلطة المكلفة أو المختصة، مع شرط مرورها عبر الإدارات والمؤسسات الوسيطة. فمثلا موظف يعمل في ثانوية معينة أو مدرسة معينة أو إعداد معينة يريد أن يراسل مدير الأكاديمية، عليه أن يكتب إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بطبيعة الحال، تحت إشراف المديرية الإقليمية للتربية والتكوين تابعة لهذه الأكاديمية، وأخيرا على يد السيد مدير المؤسسة التي يعمل بها هذا الموظف. ومن جهة أخرى يمنع على أي مؤسسة أو أي شخص اعتباري أن يراسل سفاري بشكل مباشر، بل دائما يجب في حالة ما إذا كان هذا الموظف في حاجة إلى مراسلة جهة أجنبية داخل المؤسسة لا بد أن يحترم السلم الإداري. الاسم المعنوي: توجه رسالة للمسؤول المعني بصفته الإدارية، مدير الأكاديمية أو المدير الإقليمي أو مدير المؤسسة، دون اللجوء إلى اسمه الشخصي، لأن الرسالة ذات طابع إداري تبعث للمعني بالأمر باعتبار الشخص المعنوي إلى الجهة المختصة ذاتها، بغض النظر عن أسماء الموظفين العاملين بها. الحمدلله والبسملة من طبيعة الحال دائما فوق تبدأ الرسالة بالحمد لله أو بسم الله الرحمن الرحيم.
انسجاما مع المبادئ الإسلامية في التعامل والكتابة ومع الأحاديث النبوية الشريفة، فإن البدء يتم طبقا الأخلاق الإسلامية، إما بالحمد لله وحده أو بسم الله الرحمن الرحيم. وضوح الخط: قد تتعرض الرسالة للضياع والإهمال بسبب رداءة الخط أو عدم وضوحه بحيث تتعذر قراءة أو فهم مضمون الرسالة، لذا لا بد من إجادة الخط في المراسلات. يعني الخط خصو يكون واضح، إما نكتبو باليد يكون داكشي واضح مزيان، وإما دابا الحال كاين الحواسيب تكتب الخط باين واضح وتتوقع عليه من التحت إلى آخره. الرأسية: مهما كانت الجهة المرسلة إدارية أو شخصية، فإنه يتعين إثبات الرأس في أعلى الورقة على اليمين، وهو يكون في إحدى الصورتين. إذا كانت الجهة المرسلة إدارة، فإن الرأس لا بد أن يشمل تنازلا على المملكة المغربية، الأكاديمية الجهوية مثلا، المديرية الإقليمية، المؤسسة، اسم المؤسسة إلى آخره. إذا كانت الجهة المرسلة موظفا أو موظفة، فإن الرأس يشتمل على الاسم الشخصي والعائلي، رقم التأجير، الإطار، التخصص إن اقتضى الحال، مقر العمل، ثم العمالة أو الإقليم الذي يعمل فيه هذا الموظف. والرأس يعطي صورة واضحة عن الجهة التي راسلت حتى يمكن الرجوع أو إرجاع الجواب إليها دون إشكال إذا كان مطلوبا. المكان والتاريخ الهجري الميلادي: هذه تكتب دائما فوق على يسار الورقة. مراكش في كذا كذا، يعني اليوم في الشهر العربي والسنة السنة الهجرية، وتكتب الموافق لليوم والشهر ثم السنة الميلادية. المرسل إليه: تخضع كتاب الجهة المرسل إليها قاعدة مزدوجة، فعند مراسلة المصالح المركزية تبعث رسالة في اسم السيد الوزير، ويتم بعدها تنازل ذكر الإدارة الوسيطة اللي هي تحت إشراف المديرية الجهوية أو الأكاديمية الجهوية، تحت إشراف المدير الإقليمي على يد السيد مدير المؤسسة. ولا بد من ذكر المصلحة والقسم التي لها علاقة بالموضوع ديال الرسالة المرسلة إلى هذه الجهة. الموضوع: لصياغة الموضوع دائما تنكتبوا لتحت الموضوع نقطتين، وتنكتبوا أشنو الموضوع اللي عندنا. ينبغي مراعاة الدقة والتركيز والوضوح بحيث تكون العبارة أقصر ما يمكن، وفي الوقت ذاته تعطي فكرة عن موضوع الرسالة. مثال ذلك: طلب الانتقال، أو طلب تعويضات عائلية، أو طلب الاستقالة، أو تصحيح خطأ إلى آخره. المرجع: تنكتب المرجع تحت الموضوع مباشرة، ويقصد به جميع المستندات والوثائق والقرائن التي يستند إليها المراسل، كلا أو بعضا يدونها تحت عنوان المرجع أسفل الموضوع مباشرة، وإشارة إلى المرجع تعطي لموضوع الرسالة حجية ومصداقية. تحية توجه إلى المرسل إليه تحية بإحدى الصيغتين: سلام تام بوجود مولانا الإمام مؤيد الله، سلام تام، أو سلام تام بوجود مولانا الإمام نصره الله، ثم مباشرة وبعد. شخصية الرسالة: تعتبر الرسالة ذات طابع شخصي فردي لا جماعي، ولو كان شخصية الرسالة الموضوعية هم أكثر من شخص، بحيث يكتب كل شخص رسالة منفردة. من طبيعة الحال الأوراق راه ورقة كبيرة 21 على 29.7 أو 21 على 27 سنتيمتر. يكتسي أسلوب الرسالة الإدارية طبعا خاصا إذا نبغي أن تراعي فيه خصائص عدة منها البساطة والوضوح والأسلوب الإداري والابتعاد عن الأساليب العادية أو الأساليب المتداول بالأشخاص فيما بعضهم البعض. يجب احترام الشكل الأسلوب الإداري الذي يطبق في كتابة الرسائل. النسخ: تكتب الرسالة في 4 نسخ توزع كالتالي: يحتفظ المعني بالأمر بنسخة تحمل رقم الإرسال وتاريخه مع إشعار بالتوصل، ونسخة أيضا للرئيس المباشر، أيضا نسخة إلى الأكاديمية أو إلى الوزارة، بحيث قد تحتفظ النيابة بتلك النسخة. تختم الرسالة بكلمة والسلام دون استعمال أساليب التحية المتداولة في المراسلات الشخصية بين الناس. التوقيع: توقع جميع النسخ من لدن صاحبها بتوقيع مفتوح، وهو كتابة الاسم والنسب، وإمضاء مغلق وهو إلا إمضاء الخاص بكل شخص. المرفقات: تكتب
أسفل الصفحة على اليمين. قد يلجأ المرسل إلى إرفاق رسالة بوثائق أو مستندات، فعليه أن يشير إلى ذلك في أسفل الرسالة على اليمين تحت كلمات المفرقات، مع ذكر عدد كل منها إذا كانت أكثر من واحدة.